يا صباح ومساء الخيرات عليكم جميعا. هنقدم دلوقتي كعب الغزال او اصابع العجوة، طبق جميل جدا. خش على المقادير سريعا. معنا كيلو دقيق، معنا 300 جرام سمنة، 200 ملي زيت، معلقتين سكر، معلقتين سمسم، معلقة محلب، ورشة ملح، وباكت بيكنج باودر، وباكت خميرة فورية 10 جرام. كالمعتاد زي كحك الفيديو بتاع الكحك كده، نفس الطريقة بنحط كل المواد الجافة على بعض ونقلبهم كويس. واكون في الحالة دي حطيت السمنة على الزيت وبدأت تخليهم يسخنوا لغاية لما يوصلوا ان هما دافيين قوي لكن مش قادحين، يعني مش السمنة والخليط ده ما يكونش سخن. هنحطهم على الدقيق ونفضل برضو نبس فيهم بشكل كويس، سواء في العجان بحرف الكي او بالمعلقة الخشب. اهم حاجة عندي ان يكون الخليط بتاعي يبقى شبه الرملة المبلولة. كل ما اتبس كويس كل ما كانت تأكدي كل ما تكون النتيجة مظبوطة وكويسة جدا. في التوقيت ده بكون بسخن على النار 225 ملي حليب. خلاص كده معايا خليط الدقيق بالسمنة اتعمل رملة خالص، الدنيا تمام. هبدأ انزل عليهم بالحليب المتسخن، حليب دافي مش سخن خالص يا جماعة. وابدأ احط بالظبط مقدار نص الخليط وابدأ اشغل اعجن، وبعدين ابدأ اضيف نص الخليط التاني بتاع الحليب بالتدريج لغاية لما تتعجن معايا زي الكحك بالظبط. لو امسكها ما بتشققش في ايدي، بتتشكل معايا بمنتهى البساطة بالشكل ده. وخلي بالي ان انا بقطعها مش بعجن. هنجهز الحشو بتاعنا. معانا 500 جرام عجوة، عليهم نص معلقة صغيرة قرفة، نص معلقة صغيرة قرنفل، على معلقة صغيرة قرفة، وادعكهم كويس مع بعض. اعجنها بشكل كويس لغاية لما احس ان ريحة القرنفل والقرفة ظاهرة فيها. بعد كده نخش نشوف. اول حاجة طريقتها سهلة جدا. هنقطع العجينة قطع ونفردها كل قطعة على شكل مستطيل. العجوة كنت جهزتها وعملتها شكل رول بالشكل ده صغير رفيع، وابدأ اقطع، اخد من العجوة مع قطعة متناسبة مع العجين واتنيها بالشكل دون، وابدأ اشيل منها الزيادات واقطعها واسويها واقطعها بالشكل ده. اهم ما في الموضوع ان انا عايزة كثافة العجين متقسمة تلت تلت تلت، يعني تلت عجين بعدين التلت التاني عجوة وبعدين التلت الاخير يبقى عجين، بحيث تبقى فيه نسبة وتناسب بينهم وبين بعض. بظبط كويس قوي المستطيل بتاعي لغاية لما بقى رول بالشكل دون. هبدأ اقطعه قطع قطع. انت طبعا بتقطعي القطع على حسب الحجم اللي انت عايزاه، او بتقطعي انت بالشكل اللي انت حباه. المهم ان هو في الاخر يطلع معايا تلت وتلت وتلت، يعني تلتين عجين وتلت عجوة، عشان يبقى فيها نسبة وتناسب ويطلع معايا بالشكل اللي انا عملته ده. يعني بالظبط كده نسبة وتناسب، الواحد ما يحسش انه بياكل عجوة قوي ولا انه بياكل عجين بس. بعد كده سبتهم يخمروا، خدوا تقريبا حوالي ساعتين ونص تخمير. بعد ما خلصت كل الكمية بتاعتي هسيبهم يخمروا في مكان دافي، وممكن اغطي الصينية بتاعتي بفوطة ناشفة بحيث ان هما يخمروا بشكل كويس. هجهز بقى دلوقتي الترك بتاعي فين. انا معايا 3 معالق عسل اسود كبار، عليهم تلت كوباية مية، وهقلب كويس كويس قوي قوي مع بعض. وكمان استخدمت 250 جرام سمسم. خلاص كعب الغزال بتاعي خمر وبقى كويس قوي. هبدأ احط واستخدم السمسم والعسل الاسود. هنحط الاول كعب الغزال في قلب العسل الاسود بسرعه بسرعه، واقوم شايلاه واحطه في السمسم بالظبط، يتغلف كلها بالسمسم وارجعه تاني في الصينيه. اخلص كل الكميه بتاعتي بكون مسخنه الفرن بتاعي على درجه حراره 120 درجه لغايه لما يستوي. لو فرن كهربا بحط فوق وتحت ومروحه. لو فرن عادي ما ننساش نحط حله صينيه الميه السخنه، هتساعد انه يستوي معايا بشكل كويس. طلع بالشكل ده بجد ريحته تحفه تحفه تحفه، وده شكله من جوه. انا قسمت الكميه نصين، عملت بالسمسم جزء والجزء التاني عملت صفار بيضه مع شويه فانيليا ودهنته ودخلته برضو الفرن واستوى وطلع بالشكل دون. اتمنى ان هو يعجبكم. متنسوش طبعا اشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم، وبألف هنا وشفا.